السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة عندنا احتفالية جامدة قوي كده زي ما انت شايفة. ما شاء الله عملت فيها 8 سويس رول بنكهات مختلفة. حاولت بقدر الامكان ارضي كل الاذواق بقدر الامكان يا ربي. بصي عملتها بطريقة بجد تحفة، طريقة تشوفي كده تقولي حاجة احترافية بروفيشنال، حاجة ما شاء الله تبارك الله، تحفة جدا وواو خالص زي ما انت شايفة كده. كنت عاملاها للولاد عندي في الحضانة بمناسبة عيد الطفولة، وكل واحد كان ليه طلبات، اللي عايز فراولة واللي عايز مانجا واللي عايز كراميل واللي عايز نوتيلا، طبعا كان عليها طلب كبير، وشوكولاتة ما شاء الله تبارك الله. وكمان الكيوي عملتها بنكهات كتير مختلفة ما شاء الله، كانت بجد تحفة ولذيذة. وحبيت ان انا اعملها سويس رول عشان اقدر اقطع واعمل بيها اكبر عدد ممكن يكفي كل الموجودين. ما حبيتش بصراحة اعملها تورتاية، هتبقى ما شاء الله بقى 3 ادوار او حاجة، فبالتالي القطعة هتبقى هرمية. لكن سويس رول سهل التحكم فيه في وسط الاعداد الكبيرة. تعالي معايا بقى اقولك الطريقة الجامدة اللي احنا عملنا بيها دي. وكمان الكبات اللي قدامك دي كانت زبدة لوتس، كانت نيوتيلا، وكمان كانت مانجا. بجد طريقة جميلة، وتعرضت لموقف خطير كان ممكن يهدلي كل اللي انا بعمله ده. هحكيهولك اثناء ما انا شغالة معاكي. دوت طبعا كان كيوي ما شاء الله، كلهم باتوا كده في التلاجة وخدتهم على الحفلة تاني يوم. بصي اول حاجة انا هديكي مقدار واحد بس من السويس رول. مبدئيا كده احنا هنستخدم صاج مقاس 20 في 30. المقدار اللي احنا هنعمله ده هنفرده في الصاج مرتين، اعمل صاج واسويه وبعدين اعمله مرة تانية. هنستخدم 6 بيضات. ال6 بيضات هنحط عليهم كوباية الا ربع سكر، ولو كانت فانيليا كنت هستخدم نص كوباية، لان بصراحة الكاكاو اللي بستخدمه بيبقى خام وبيدي سنة مرارة. هنحط هنا معلقتين جل محسن جل، هنحط ربع كوباية من الزيت، وهنحط 4 فانيليا عشان زفارة البيض. هننزل عليهم بمعلقتين من الخل، وهنضرب الخليط بتاعنا لغاية ما يدينا فوم كبير. بصي هنا انا نسيت المعلقتين الخل هحطهم. ده مقدار واحد، طبعا ما شاء الله انا هعمل عدد يعني هعمل كذا مرة، هضرب كذا مرة. هنا هنحط كوباية واحدة دقيق، هنحط 3 معالق كاكاو، وهنحط ورقة من البيكنج باودر. انا هستخدم دقيق عادي، مرضتش اجيب دقيق سبونج عشان التكلفة ما تبقاش اعلى. خليت التكلفة كلها في الفينش بصراحة، في التفنيشات. هنا هحط نص كوباية من المية، نص كوباية مية. بصي بقى دي الصاج ده صاج صغير مقاس 20 في 30. المقدار بتاعنا هنقسمه مرتين وهنملى بيه صاجين. انا هنا هعمل 4 شوكولاتة، 4 سويس رول شوكولاتة، وهعمل 4 سويس رول فانيليا. ما شاء الله تبارك الله، بجد الوصفة جميلة وهشة، ولله الحمد وبفضل الله عز وجل حازت على إعجاب كل الموجودين. بصي بقى ما شاء الله تبارك الله، بجد تحفة. الفرن سخن بقى، وكنت اخلص ادخل على الفرن، هو بيقعد في الفرن حوالي 13 دقيقة. يعني حاولي ساوي على قد ما تقدري. انا كنت عاملة سمكه سنتي، ما كانش سميك خالص، كان سمكه سنتي بالظبط، يمكن قد يكون اقل من السنتي كمان. كان رقيق، برمته كذا برمة، هتشوفوه دلوقتي. بجد تحفة. انا وريتك مقدار واحد، والمقدار ملا صاجين 20 في 30. تعالي بقى هنا الكريم جانتيه بتاعنا. طبعا انا هعمل بولة كبيرة فيها كريم جانتيه فانيليا، والتانية هتبقى شوكولاتة. استخدمت كمية كبيرة من الكريم جانتيه، كل بولة هيبقى فيها 2.5 كوباية من الكريم جانتيه، من الكريم جانتيه الباودر. وهنحط عليها 2 كوباية من السكر، وهحط عليها 1.5 كوباية من المية الساقعة المتلجة. التانية طبعا انا حطيت 1.5 كوباية من الكريم جانتيه اللي هو دكتور بيكر، وده دي نوعية كويسة جدا وجميلة بصراحة، بتدي نتيجة مبهرة.
هنا زودت عليهم بعد المية، حطيت حوالي 4 معالق من نيوتيلا. طبعا 4 معالق جامبو من النيوتيلا، فبالتالي هيأثروا على القوام، يعني مش هيخلوا قوام متماسك جدا زي الفانيليا. النيوتيلا بتديكي نسبة كده من السيولة، فلازم تحطيه في التلاجة. طبعا هنا هطلع واحد واحد، هنشيل من عليه الورقة بتاعتنا، نبتدي نشيل من عليه الطبقة اللي بتبقى على الوش دي لانها بتلزق. عندي المحلول بتاعي اللي انا استخدمته هنا مية بسكر، في الفانيليا مية بسكر، وفي الشوكولاتة استخدمت مية بسكر بنيوتيلا. زي ما انت شايفة كده بقيت افرد الكريم جانتيه، وبعدين ابتدي ابرمه، وهبتدي على اول رف واحطه في التلاجة. هبرم كله كده ما شاء الله تبارك الله تبارك الله. هبرم 7 رول، 7 رول من السويس رول، هبتدي ابرمهم وادخلهم في التلاجة. بصي الطبقة اللي على الوش دي بايدك كده، بايدك كده ونزليها. طبعا انا مجرية لان شيء طبيعي الكلام ده خد وقت، يعني انا كنت قعدت يوم خبزت فيه من بالليل، لان طبعا ببدأ الحاجات دي ببدأ على 10 بالليل، فخبزت فيه وتاني يوم ابتديت ان انا افنش الكلام ده عشان كان تاني يوم صابح الحفلة. بصي برمتها كده، وابتدي بروميها برمة كويسة من الطرفين، لازم تبرميها برمة حلوة. هنا بقى الموقف اللي حصل لي ان جيت اشيل دوت، وقع واتكسر زي ما انتوا شايفين كده. بقيت قاعدة بقى يا ربي دول كانوا هيبقوا 8، طب اعمل ايه؟ لله الحمد كان عندي ورق الفاكيوم، خدته بشكل دائري، والحاجات المواد الخام دي اوريدي موجودة، وابتديت اعمل منه ميني تورته. بصي بقى ميني تورته هنا، واوريدي طبعا كل الحاجات موجوده الامكانيات. ابتديت بقى احط طبقه، وبعدين اسقيها بالمحلول اللي هو ميه بسكر ونيوتيلا، وبعدين نحط طبقه من الكريم جانتيه. هنعمل 3 طبقات، وهنعمل 3 نكهات. وعايزه اقولك كانوا اول حاجه اتخطفت، يعني سبحان الله، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وقفت زعلانه وكنت متضايقه جدا، بس لله الحمد الموقف عدى، بل بالعكس كانت النتائج بتاعته مبهره جدا جدا. تقدري بقى تعملي الحاجات دي لما يكون عندك مثلا مناسبه، عندك خطوبة، عندك عيد ميلاد، عندك أي مناسبة ممكن تعمليها وبالدقيق العادي من غير ما تبقى التكلفة عالية. شوفي بسم الله ما شاء الله الحاجات اللي أنا عملتها لو جبتها من بره كانت هتبقى تكلفتها عاملة ازاي، ومش هتبقى بالخامات اللي انت استخدمتيها واللي انت هتحطيها. طبعا أنا هعمل ال3 هنا، وبعدين هعمل الفينش الأخير. نبتدي هنا نعمل الطبقة التانية كده. بجد بجد هي احلى حاجة في الميني تورته ان انتي تقدري تعملي نكهات كتير، نكهاتها تبقى كتير. وكمان كفة عملنا قب كمان. اول واحد بصي بقى لفيته بورق الفاكيوم ده، ادي هنا نيوتيلا. النيوتيلا تقدري تخففيها بالزيت، يعني 3-4 معالق نيوتيلا كده على 3-4 معالق زيت، وكذلك زبدة اللوتس. زبدة اللوتس بخففها بالزيت، وبقوم واخداها كده بالمضرب الكهرباء ضربتين كده، بتقدر تبقى سايلة. طبعا بتدخليها التلاجة بتاخد القوام بتاعها، بس قوامها بياخد العقل في حتة تانية، بجد تحفة. هنا قطعت المانجا مكعبات وحطيتها، وبعدين نبتدي نفنش الكلام ده. هنا بسكوتين زبدة لوتس، طبعا القرطاس الجميل ده اللي محشي كله شوكولاتة، طبعا نيوتيلا يبقى لازما اوريو. بصي شكلها جميل ازاي، يعني اكنك جايباها من افخم المحلات. كل حاجة هعملها هنا مربة الحليب، ومربة الحليب بخففها بحط لها جل ملمع جل. بصي هحاول بقدر الامكان بحاجات بسيطة يبقى الفينش بتاعي جميل. بجد بجد كانت مبهرة جدا. نبتدي نرجع هنا بقى كده للرولات بتاعتنا. ده كان اول رول نخرجه من التلاجة. ما كانش عندي وقت خالص، في الطبيعي لما بعمل سويس رول ببيته، يا اما احطه في الفريزر لو انا مستعجلة عليه. طبعا انا حطيت على اول رف، ما كانش عندي وقت خالص ان انا ابيته لتاني يوم كالعادة، لان كان تاني يوم الحفلة، فكان لازما كنت هاخد الكلام ده كله معايا.
فبالتالي الفانيليا بتجمد بسرعة عن الشوكولاتة. بصي هنا ابتديت ان انا لله الحمد بقى، الحمد لله ان احنا في الشتاء والجو اوريدي ساقعة، فده ساعدني ان هو الرول يطبع بسرعة. ابتدي بقى هنا كده بالمعلقة السيليكون بأيا كان هتستخدمي ايه، المهم تعملي الغلاف بتاعك. وبعدين دي طبعا حتة الدوسيه اللي موجودة عندي من زمن، وبغسلها وعينها واستخدمها. يعني تقدري حتة دوسيه ان شاء الله، حتة ورقة من ورق الزبدة، ايا كان ايه حاجة ليها سيف كده تقدري تستخدميها. طبعا انا خدت اراء الموجودين ايه اكتر حاجة، فالكل قال لي مانجا وشوكولاتة، وبالتالي هعمل 2 مانجا وهعمل 2 شوكولاتة. والناس اللي عامله فراولة برضو هعمل لها فراولة ونوتيلا. يعني حاولت بقدر الامكان ارضي كل الاطراف. ادي نيوتيلا اهي من على الجنبين، وفي النص هنعمل فراولة على رأي خديجة، ودي بنوتة عندي في الحضانة عايزة فواوية يا ميس، فواوية. عملت لها الفراولة. بصي بقى كده الجمال. هنحط هنا طبعا جل ملمع على الفاكهة عشان تتنيها براقة ويكون شكلها جميل. انا بستخدم جل ملمع على البارد. احسن حاجة واحلى حاجة ان انت تحسي بفرحة الاطفال. فرحة الأطفال وجبر الخواطر بتبقى حاجة جميلة. في اليوم ده تعبت، قعدت يومين أجهز وأعمل، بس بجد بجد فرحتهم في عينيا خلتني كل التعب ده أكنه ما حصلش. ما شاء الله تبارك الله. نبتدي نفنشه هنا، وكمان حطيت له الفارماسيا اللي هو بتاع المانجا، والفارماسيا الشوكولاتة. يعني بكل اللي موجود حاولت ان انا اطلع الفينش هايل. عملت كده 2 مانجا. نيجي هنا بقى نعمل 1 كيوي، وده برضو كان طلب ناس ان احنا عايزينه كيوي. يعني لما الواحد بيحب يعمل حاجة بيحب ياخد اراء الناس اللي هتاكلها، بحيث ان انت تعملي الحاجة تتاكل بالفعل. بس بجد بجد طريقة السويس رول، الكيكاية نفسها هشة وجميلة وتحفة. وبالدقيق العادي، بالدقيق العادي تقدري تسعدي ولادك. يعني يوم رأس السنة كده لو عملتي لك 1 أو 2 على حسب أفراد الأسرة، بجد بجد تحفة ولذيذة جدا جدا. ما شاء الله تبارك الله. طريقة جميلة وهالية، وحازت على إعجاب كل الناس لله الحمد بفضل الله عز وجل. بصي بقى هنا كده أبلة لوجي راحت جابت لي اسمه ايه يا ربي، مش فاكرة اسمه. المهم يعني جابته وانا برضو زينت بيه. ما شاء الله. اسمه شيكوبون، اسمه شيكوبون. جبنا الشيكوبون اهو زي ما لوجي عايزة. هنا بقى دوت حطينا له مربى حليب بعد ما غلفناه، وفي نفس الوقت كده جبنا كم مكعب شوكولاتة بيضة سيحناهم عشان نعمل بيهم منظر زجزاجي كده يدي شكل جميل ولذيذ. طبعا اي حاجة كنت بخلصها بجري على طول على التلاجة عايزاها تجمد. تاني يوم بقى رحت حطاهم في العلب ورحت واخداهم للولاد. بصي منظرها مبهر ازاي، يعني اكنه احسن محل. هنا بقى للناس اللي كانت طالبة الشوكولاتة. بصي بقى هنا، بصي الرول ملفوف ازاي. ما شاء الله تبارك الله. طبعا هنا انا سيحت الشوكولاتة على حمام مية سخنة، عملت لها حمام مية سخنة. وطبعا المفروض في الحركة دي تخش التلاجة، يعني الشهادة لله لازم تخش التلاجة تقعد لها بتاع نص ساعة، الشوكولاتة تشمع عليها شوية تجمد فيها شوية. طبعا الشوكولاتة دي انا مسيحاها وحط لها زيت عشان تخف معايا شوية، لكن طبعا ما كانش عندي وقت، فبالتالي رحت حط لها مجرنشاها على طول بمربى الحليب. رخرة مربى الحليب ما ادتنيش فستنات زي ما انا متعودة، عشان طبعا الشوكولاتة سخنة. وحطيت لها اوريو وجرنشتها. بصي بقى الجمال والحلاوة، يعني اكنك جايبة الحاجة من افخم المحلات.
ما شاء الله تبارك الله. يا رب أكون أسعدت كل الناس اللي أخدتها وأكون أفدتكم. إن شاء الله حبايبي، بحبكم في الله كتير. لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ إيمي البسيوني. يا رب أشوفكم على خير وكل سنة وانتم طيبين. يا رب أكون أفدتك بوصفة زي دي تقدري تسعيدي بيها كل حبايبك. حبيبة قلبي بحبك في الله كتير. ما تنسينيش في لايك وشير وسبسكرايب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة. باي باي.